5 أكلات بتبطئ خسارة الكرش وأحسن البدايل ليها من الآخر. ازيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ موضوعنا النهاردة ناس كتير تسألني عليه. يا دوك أنا باكل كويس، بلعب رياضة، بس الكرش مش راضي يروح ليه؟ السبب ممكن يكون إنك بتاكل أكلات بتبطئ حرق الدهون حوالين البطن من غير ما تحس. النهارده هقول لكم على 5 أكلات بتعمل كده فعلا، وهقول لك على بديل صحي لكل واحد فيهم عشان تبدأ تشوف فرق حقيقي. فلو مهتم تخسس الكرش وتوصل لشكل جسم أفضل تابع للآخر. يلا بينا. أول أكلة كلكم عارفينها وحافظينها، العيش الأبيض. أيوة العيش الأبيض، اللي هو يعني العيش الفينو، التوست الأبيض، وحتى بعض أنواع عيش الكايزر. طب ليه ماله ده؟ لأن العيش الأبيض بيرفع السكر في الدم بسرعة جدا، وده بيزود الأنسولين، والأنسولين بيحفظ تخزين الدهون تحديدا في منطقة البطن. في دراسة اتعملت في الأمريكان جورنال اوف كلينيكال نيوتريشن بتقول إن استهلاك الحبوب المكررة مرتبط بزيادة محيط الخصر. طب البديل؟ عيش الشوفان أو عيش القمح الكامل، بيدي طاقة أطول، بيشبع، وبيقلل مقاومة الأنسولين. جرب في الفطار 3 توست بني، بيض مسلوق أو جبنة قريش بدل الفينو والجبنة الرومي. أكلة التانية العصاير الطبيعية اللي مكتوب عليها فريش وناتشرال. طب ازاي يا دكتور دي كلها طبيعي؟ ما هو مش معنى انه طبيعي انه دايما صحي. العصير حتى لو طبيعي مليان بالسكر وقليل في الفايبر، يعني ممكن يرفع السكر في الدم بسرعة الصودا. ليه؟ في دراسة من هارفارد سكول اوف بابليك هيلث بتقول ان الناس اللي بيشربوا عصاير كتير بيزيد عندهم محيط البطن اكتر من اللي بياكلوا نفس الفاكهة كاملة. طب البديل؟ كل الفاكهة زي ما هي، زي ما ربنا اخترعها. التفاحة الكاملة فيها ألياف ومضادات أكسدة وهتخليك تشبع أكتر من عصير التفاح. وبدل ما تعصر البرتقان وتشرب ميتهم، كل برتقانة كاملة. أكل نمرة 3 الزبادي المحلي قوي أو اللي بالفواكه. كتير بيقولوا لي أنا باكل زبادي لايت بالفراولة. مش ده دايت يا دكتور؟ المشكلة بقى إيه؟ الزبادي اللي عليه نكهة أو متضاف له سكر مليان بسكريات مخفية، وده بيوقف الحرق ويزود دهون البطن. طب البديل؟ زبادي يوناني سادة، وانت بقى ضيف له معلقة عسل صغيرة يعني، أو شوية قرفة وشوفان. وجبة مثالية بالليل، زبادي يوناني، مكسرات نية، وشوية قرفة. الوجبة الرابعة الزيوت النباتية المكررة زي زيت الذرة، زيت عباد الشمس، أو زيت الصويا. المشكلة مش في الزيت نفسه، المشكلة في نسبة الأوميجا 6 العالية جدا اللي بتزود التهابات الجسم، والالتهابات المزمنة دي بتخلي الجسم تخزن دهون أكتر خصوصا حوالين البطن. البديل؟ زيت الزيتون، بالذات الاكسترا فيرجن، مضاد للالتهابات وبيساعد على الشبع جدا. أو زيت جوز الهند بكميات صغيرة، يعني بدل ما تحمر البيض في زيت الذرة استخدم زيت زيتون أو سمن بلدي، وطبعا برضو بكميات معقولة. نمرة 5 كبير قاعدة ومشكلة كبيرة جدا في معظم البيوت اللي فيها أطفال، الكورن فليكس أو السيريال الصحي. ليه يا دوك دي مكتوب حتى عليها فتنس ودايت؟ الواقع بقى معظم أنواع السيريالز فيها سكر عالي جدا وكربوهيدرات سريعة الامتصاص، حتى لو مضاف لها حديد وفيتامينات السكر بيضيع كل الفايدة. ليه؟ الفطار اللي مليان سكر عالي يسبب تقلبات في سكر الدم طول اليوم، وده يزود الجوع والرغبة في الأكل وبيبطئ خسارة الكرش. طب البديل؟ بيض مسلوق، شوفان بحليب خالي الدسم، قرفة. فطار مشبع ويرفع الحرق. خلاصة الكلام تعال نراجعه في جدول. افتكر دايما ان الموضوع مش مجرد سعرات، لكن نوع الاكل كمان بيفرق جدا لتخسيس الكرش، لان الكرش عمره ما هيروح طول ما انت عمال تغذيه باكلات تنشطه وتزود التهابات الجسم. ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. ودول كانوا 5 اكلات بيبطئوا خسارة الكرش والبدائل بتاعتهم من الاخر.